إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، أوصي نفسي وإياكم تقوى الله عز وجل، هي وصية الله للأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، إن من أشد الأمراض الاجتماعية فتكا بالأمم مرض خطير وداء مستطير يفتك بالمجتمع فتكا ذريعا ويهدم أخلاق الأمة ويطور كيانها، يعود عليها بالوبال والدمار في الأسر والمجتمعات والأفراد والمال والعيال والحال والمآل في الدنيا وفي الآخرة. إذا فشت في أمة من الأمم واستبرأ الناس تعاطيها، فاعلم أن الضمائر قد ماتت وأن نظام الأمة قد قوض. ومن أجله فقد قص الله علينا قصص أمم ماضية حتى نتعظ ونعتبر. إنها داء الرشوة الخطير. يقول الله سبحانه وتعالى عن أخبار اليهود الماضية: سماعون للكذب أكالون للسحت، أي يسمعون الباطل ويأكلون الرشوة. فالكذب هو الباطل في كل صوره وأشكاله وأنواعه وألوانه، والسحت هو الرشوة كما فسرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره من سلف الأمة رحمهم الله. هي فساد في الضمير وضرر خطير في التعامل. الرشوة عباد الله هي بذل المال للتوصل به إلى باطل، إما بإعطاء الماذل ما ليس من حقه أو إعفائه مما هو حق عليه. الرشوة حرام بكل أشكالها وصورها وطرقها وأساليبها، سواء كانت على صورة هدية أم مهدوبة طعام للمرتشي أم كانت نقدا صريحا. كل ذلك مقابل الانحراف بالحق إلى الباطل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من يشفع شفاعة ليرد بها حقا أو يدفع بها ظلما فأهدى إليه فقبل فهو سحت. وتكون الطامة الكبرى عباد الله إذا بلغ الأمر بالمرتشي ليساوم الراشي في مقدار الرشوة، مجاهرا بذلك دون حياء أو خجل أو خوف من الله عز وجل، ما يؤدي إلى أن تصبح الرشوة تجارة رابحة في نظره، فيومئذ تضيع الكرامة، ويومئذ تموت النبوغ في الأمة، ويتلاشى الجد في العمل والحرص على أداء الواجب، ويضيع الحق وتهدر الكرامات، وتموت الضمائر في الأمة فلا حياة لها يومئذ. وإن من أقبح وأخص الأساليب الملتوية للحصول على الرشوة تعطيل معاملات الناس والتسويف في إنجازها، إلى أن يتم أخذ الرشوة وحصول خيانة الأمانة. يقول الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما
لأصحاب الأعمال وكرشوة المشرفين على الأعمال من أجل التقصير بالعمل وعدم تنفيذ الشروط المضمرة بالعقود وعدم الوفاء بها. فالله الله أيها الناس، إياكم والوقوع في حبائل الرشوة المحرمة، فإنها خيانة عظمى لله وخيانة كبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخيانة لولي أمر هذه الدولة المباركة، كما أنها دناءة نفس وضيعة، فكفى بها من دناءة وخسة وهوان وسقوط مروءة وخيانة عهد وإخلاف مواعيد، فلا يقبلها إلا لئيم الطبع سيء الخلق دنيء النفس مجرم التعامل. فالمرتشون عباد الله يخونون الأمانة التي عهد بها إليهم ويمنعون الحق عن صاحبه ويشجعون على ضياع الذمم وخراب الضمائر في الأمة وإهدار الشرف والكرامة فيها. الراشد كذلك فإنه يساعد المرتشي على أكل أموال الناس بالباطل وينمي فيه الخلق السيء ويتمنى لها دمارا شاملا، ييسر له التحكم فيما هو حق لغيره ويستحل ما ليس له. ومن أجل هذا كان الراشي والمرتشي ملعونين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على الراشي والمرتشي الآخذ والمعطي. هكذا عباد الله عقوبة الراشي والمرتشي في الآخرة أنها الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وأما في الدنيا فإنها تؤدي إلى محض البركة في الرزق والمال والأهل والعيال والعمر والحياة. فاتقوا الله عباد الله وحافظوا واحفظوا على دينكم وأمانتكم واحذروا كل الحذر من الرشوة، فإنها خيانة وظلم وفساد وشر وغبال ودمار على كل الأمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وكانت نهاية خلافة الدولة العثمانية على إثر الرشوة عياذا بالله من عقوبته وسخطه. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعت وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عز وارتفع وذل كل شيء لعظمة الله وخضع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتيبة على الصدقة، فلما قام بها قال: هذا لي هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هدية
بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له ضراء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه يقول: اللهم هل بلغت؟ إن في هذا الحديث عباد الله وعيد شديد لمن يستغل نفوذه ويستبيح لنفسه أن يأخذ ما لا يحل له أخذه، وإن ألبسه أثوابا مستعارة كالهدية والوساطة والواسطة وغيرها، فهذه خيانة بالأمانة وسحت لا يبارك الله له فيه ولا في نفسه ولا في أولاده ولا في عائلته ولا في إنفاقه ولا مأكله ولا مشربه، فكل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. فاتقوا الله أيها المسلمون، وعليكم بالحرص على الحلال الطيب الذي لا شبهة فيه، ونبذ الحرام الخبيث بكل صوره وأشكاله، وخاصة الرشوة، فهي سحت تفسد الضمائر والذمم إلى جانب إفساد الدين والأخلاق والتعامل. الرشوة قبيحة في شتى صورها وأشكالها وأنواعها وطرقها، ممحوقة البركة، فآخذ الرشوة يتغذى بالحرام ويطعم أهله من الحرام ويجامع زوجته من قوت أصله حرام، فتكون الذرية فاسدة لأن المولد لها من الحرام. فإننا إذ نقول ذلك لنسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. فعلى المسلم الحرص على سلامة نفسه من ذلك، وسلامة زوجته حتى يصلحها الله له، وسلامة ذريته حتى ينشأ بمأكل ومشرب حلال يرضى الله به عنه، ليتقي الله المسلم في نفسه وفي أهله وفي مجتمعه وأمته، ويتذكر الوقوف بين يدي الله يوم تبلى السرائر. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صلوا على الهادي البشير والسراج المنير كما أمر الله في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على نبي الرحمة والهدى، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك ولرفع رايتك. اللهم انصرهم نصرا عاجلا فوق كل أرض وتحت كل سماء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تدفع عنا الغلا والوبا والربا